أعلن رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة الدكتور خالد الخطيب ارتفاع أعداد ضحايا حادث كنيسة العذراء بالوراق إلى 4 قتلى و17 مصابا، بينهم 3 مسلمين كانوا يشاركون في الحفل المقام بالكنيسة. وأوضح مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية بأن الحادث وقع عقب انتهاء حفل زفاف بالكنيسة، حيث فوجئ المدعوون لدى انصرافهم بشخصين ملثمين يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلة في 8 من عمرها. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة الدكتور خالد الخطيب. دكتور، بداية ما هي آخر حصيلة الضحايا وأسباب الوفاة؟ هو طبعا للأسف عدد المصابين 17 حالة. نعم. 8 منهم في مستشفى معهد ناصر وتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة ليهم، و6 حالات في مستشفى الساحل التعليمي وتم إجراء التدخلات الطبية ليهم، وفي حالة في مستشفى إمبابة تم تحويلها مستشفى المعهد العسكري، وفي حالة في مستشفى السلام الدولي بناء على طلب الأهل يعني. نعم. للأسف برضو عدد الوفيات 4 حالات. في طفلة توفت صباح اليوم 12 سنة في مستشفى معهد ناصر، وامبارح كان في 3 حالات وفيات رجال ينقلهم إلى مشرحة دينهم الآن. نعم. 18 حالة المصابة في عدد من المستشفيات كما ذكرت، هل حالاتهم مستقرة يمكن أن يخرجوا ومتى؟ لا طبعا هو لسه هم طبعا كان فيهم طلقات نارية وتم إجراء العمليات الجراحية ليهم، وحالتهم الحمد لله مستقرة، طمنا عليهم أكثر من مرة النهاردة، ولكنهم في المستشفى لسه بيتلقوا العلاج العادي بقى اللي هو التمريضي ما بعد العمليات يعني. نعم. طبعا مفيش احتمال ان هم يخرجوا النهارده يعني. التقارير الطبية الرسمية عن أسباب الوفاة لل4 كما ذكرت سيادتك، ما هي؟ نعيدها مرة أخرى. لا هو طبعا التقرير النهائي للأسباب الوفاة ده بيطلع من مصلحة الطب الشرعي من وزارة العدل. نعم. لكن اللي ظهر بالكشف المبدئي على الجثامين ان فيها اماكن طلقات نارية، فيها أعيرة نارية. يا فندم. نعم. دكتور خالد الخطيب، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.